رسمنا في عقولنا وأذهاننا بأن هناك نماذج وطرق لنعيشها في حياتنا هذه، وفضلنا قليلا عن الحق. فحتى نرجع إلى الحق علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نقرأ وأن نتلو ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأرواح كلها بيد الله سبحانه وتعالى، سواء كان روح كبير العمر أو صغير العمر أو المتوسط، ليس بيدنا شيء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت. وإذا قضى شيئا ما خطر على بالنا أو لم يخطر، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، يقول له كن فيكون. المقصود بها ليس بيدنا وليس بأمرنا، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذا على كل الإنسان، على كل عبد وأمة لله سبحانه وتعالى أن يفهموا أن عبادة الله سبحانه وتعالى ليس بجدول معين وليس بنموذج معين، وإنما يوميا من الصباح إلى الصباح، ومن الولادة ومن البلوغ إلى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يوجه الكلام إلى جميع الناس ومن بينهم نحن كذلك المؤمنون والمسلمون، يقول: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح توضيحا تاما بأن الرزق قادم إلى كل بشر، سواء كان هو مسلم أو غير مسلم. فإذا أحببت أن تكون أنت في الحلال هذا بيدك، وإذا أحببت أن تأخذ كل شيء بالحرام كذلك بيدك. وإذا شككت في الأمر تذكر، وإنما الأرواح بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول له كن فيكون. فإذا اختار الإنسان السبيل الحلال يستوفي الله سبحانه وتعالى كما قدر له هذا الرزق، وإذا اختار طريق الحرام كذلك يستوفي الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الرزق، لكن بشكل أسرع، لأن هذا الإنسان اختار سبيل الحرام. فلذا يقال في الشعب أن المجرم ليس له حياة طويلة، وإنما يقتل أو يغتال أو ينتهي حياته قبل الأوان. هذا ليس بكلام فارغ، وإنما مبني على سنة الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضح كل شيء. فلذا نحن صغار، نحن كبار، علينا أن نفكر بما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى يوضح هنا ويوجه الكلام إلى جميع العباد. إذا أنت اعتبرت نفسك عبدا لله سبحانه وتعالى، عليك أن تتقي ربك. ومن ربك؟ ربنا الله سبحانه وتعالى، والذي يسأل عنه في القبر بعد الموت. فهذا علم عليك أن تعلمه وتتعلمه وتعلمه الآخرين. فإذا أنت علمت وتعلمت أن التقوى ليس فقط بالكلام، وإنما بالأعمال، وكذلك بالتصرفات وبالقول وبالنية، حتى بالتفكير، أنت ستكون من الذين أفلحوا في الدنيا والآخرة بإذنه تعالى. ويقول ربك وربي أحسن للذين أحسنوا في الدنيا، في هذه الدنيا. فهو يخصص أن هناك ليست دنيا أخرى، فليس هناك حياة أخرى. كثير من الناس يقولون عندي حياة واحدة فأريد أن أستمتع بهذه الحياة. فاستمتعوا كما قال ربك العزيز: أحسنوا في هذه الدنيا، فليس لنا دنيا أخرى إلا الآخرة. فإذا أحسننا في هذه الدنيا يحسن الله سبحانه وتعالى إلينا في الآخرة. ويقول كذلك: أرض الله واسعة. هذا كلام عظيم جميل جدا، خاصة للذين هاجروا إلى هذه البلاد أو الشعوب التي تهاجر دائما. أينما هاجرت، أينما توجهت، أنت مع الله سبحانه وتعالى. ليس الأرض يعلمك الإيمان، ليس الأرض يجبرك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى ومؤمنا، وإنما إيمانك وتوجهك
وتعالى، سواء كنت أنت في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي أو في أي بلد آخر، أنت مع الله سبحانه وتعالى. لا تخصص المكان، لا تزور المفاهيم، وإنما المساجد فقط مخصص للعبادة أينما كنت. أما بقية العبادات والأعمال كذلك في كل مكان وزمان. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا شك بأن في هذه الدنيا نحن نحتاج إلى صبر عظيم، دائما نصبر مع الله سبحانه وتعالى ونستعين بالصلاة، فهكذا هي الحياة. فنحن لسنا في الجنة حتى ولو رسمنا في أذهاننا، حتى ولو أعددنا شيئا ما وارتحنا في هذه الدنيا بمفاهيمنا، ليست هي الراحة، وإنما الراحة في الآخرة إن شاء الله. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الآية لو يفكر فيها كل البشر فردا لن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا فررت من بيتك، فإذا فررت من مكان معين، لم تفر ولن تفر من الموت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأرض التي أنت ستموت ويموت الآخرون. فإن الله سبحانه وتعالى عنده العلم المطلق، وهو عنده الخبر المطلق. فلذا فليفكر الكبير والصغير، فليفكر فيها الذكر والأنثى. هل نحن نرسم في أذهاننا هذه المفاهيم؟ هل نحن نخالف أوامر الله سبحانه وتعالى أو نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد يدعوكم بأن تتحولوا إلى الذين تصوفوا أو تشيخوا أو حتى صاروا من العلماء. لا أحد يدعوكم إلى هذا، وإنما ندعو أنفسنا بأن نكون مخلصين مع الله سبحانه وتعالى في عبادتنا لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا لا ندري متى وأين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. وحتى لا أحد يشك، وحتى كل النفس يفكر في الأمر مرة أخرى، أذكر بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإن الله سبحانه وتعالى يؤكد مرة أخرى أن الأرض واسعة، أينما كنت، أينما تحولت، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، تعبده وحده وتكون مخلصا له. ليس الأرض يجعلك مسلما، ليس الأرض يجعلك مؤمنا، فهي واسعة، أوسع مما أنت تتصور، أوسع مما أنت تتخيل في ذهنك. لكن الله سبحانه وتعالى يريد منك العبادة له وحده، ليكون لك حسنة في الدنيا وفي الآخرة حسنة، ويجزيك على صبرك بالجنة والجنة الفردوس الأعلى إن شاء الله. فالكبير فليتذكر، لست أنت أوصلت نفسك إلى هذا العمر، وإنما طاعاتك لله سبحانه وتعالى وبرك لوالديك. فالصغير فليفكر، ليس لك أمامك إلا ما هو نسميه البر والتقوى حتى تصل إلى عمر العتيق. فإن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء ويرزق من يشاء بغير حساب. فإذا أحببت الأكثر فكن مع الله سبحانه وتعالى أكثر الأوقات، واستعن بالسجدة، واستعن بالذكر، واستعن بالصلاة، وبعدها ستفهم معنى الحياة، وستفهم كيف تنجو من عذاب الدنيا والآخرة. أوصيكم مرة أخرى ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللجميع العافية. آمين.